يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده بقى حلقه حلوه جدا هغير فكرتك تماما عن اجنحه الدجاج. طبعا اجنحه الدجاج الكل بيستهزئ بيها، لكن النهارده في الفيديو ده بجد هخليكي تعتمدي دايما ان انت تجيبيها، ولازم تشتري اجنحه الدجاج مره او مرتين في الاسبوع على الاقل. يوم بقى حلو جدا وحلقه جميله جدا وخفيفه وكمان سهله، واقول لكم بجد لايك وشير واشتراك ليا، ويلا بينا اقول لكم هنعمل بيها ايه. اول حاجه عندي هنا كيلو ونص من اجنحه الدجاج. طبعا اجنحه الدجاج عندي النهارده يعني عملاقه شويه، انا بروح عند الفرارجي وبجيبها الكيلو منها ب65 جنيه، يعني مش رخيصه ولا اي حاجه. هننقعها النهارده في محلول الملح والليمون، كوب من طبعا الخل، عليه كده كوب من عصير الطماطم، وننقع اجنحه الدجاج كويس جدا لمده ساعتين ونشطفها وتبقى زي اللي انتوا شايفينها دي بالظبط، بتبرق كده. نجهز بقى التتبيله بتاعتنا، والتتبيله دي حلوه جدا وكمان سهله، تقدروا ان تعملوها لكل انواع الفراخ والمشويات. عندنا كوب من الزبادي، عندنا كمان 3 معالق من المستردة او من الخردل اللي موجوده عندكم، تقدروا ان انتوا تحطوه. 3 معالق كبار من الصلصة. وهنا بقى الوصفة الأساسية دي طبعا لا غنى عن المشويات في دبس الرمان والصويا صوص، دول اللي بيعملوا طعم حلو جدا بجد لكل التتبيلات. هنحط كده حوالي نص كوب من الصويا صوص، انا طبعا جايباه اللي هو اللون الفاتح الخفيف شوية مش الغامق. وكمان حوالي 3 معالق كبار من دبس الرمان. وعندنا هنا نص كوب من عصير البرتقال مش الليمون، البرتقال يا جماعة. وكمان معلقه كده من بشر البرتقال، بيديها طعم حلو جدا ونكهه. وكمان التلزقه بتاعه المشويات دي اللي انتوا بتحبوها دي، هي دي بقى السر بتاعها. مع كمان هنضيف معلقه كبيره من الزعتر، معلقه من الثوميه، معلقه من الفلفل الاسود، عندنا طبعا كمون، بصل بودر وتوم بودر، معلقه صغيره من كل حاجه. وهنضيف هنا معلقه من البهارات الهنديه موجوده برضو عند العطار. نضيف على كل التتبيله دي بقى نص كوب من الميه. هنقلب كويس جدا لحد ما نخلي المواد دي كلها كده يعني مندمجه مع بعضها. وكمان لسه هنكمل بقيه المكونات. لو جينا لحد كده ما تنساش بقى ان انتوا تحطوا لايك وشير واشتراك لهبه تي في علشان يوصلكم مني كل جديد. بعد كده ضفنا 3 معالق من الزيت، معلقه كبيره من الملح طبعا، وهنا معلقه من البابريكا اللون الفاتح اللي هو بيبقى عليه اللون ده. انا بحب اجيب البابريكا اللي هي بيبقى عليها الالوان دي علشان خاطر بتديني كمان شكل حلو في المشويات. هنبدا بقى ان احنا نقلبهم كويس جدا. نجيب بعد كده اجنحه الدجاج ونقلبها بالشكل ده. واهم حاجه ان انت تكوني عامليها قبلها بساعتين، يعني قبل ما تحضريها كده بساعتين 3، علشان الاجنحه تحسي ان هي بتشرب من التتبيله. بعد كده هنبدأ بقى ان احنا نجيب الشبكة بتاعة الفرن. انا عندي هنا شبكة الفرن الحراري، جبتها وبدأت ان انا ارصها. في الوقت ده طبعا بكون مولعة الفرن جامد جدا على اعلى حرارة من فوق ومن تحت. وبعد كده بجهزها، وبعد ما برصها رصيها طبعا اي رصة كده عشوائية، مش لازم يعني ترصيها الرصة اللي هي التمام. وهنبدأ بقى ان احنا نضيف فوقيها كده حبة التتبيلة اللي احنا كنا طبعا حاملينها فيها. طبعا بيبقى فيه متبقي كده من التتبيلة، فبدأت ان انا اجيبها واحطها فوقيها ودخلتها بقى الفرن. بتقعد قد ايه يا هبه في الفرن؟ بتقعد ما بين ساعة ونص وما بين ساعتين في الرف الاوسط، متولع من فوق ومن تحت، وتسيبيها لحد ما تاخد اللون وتشوي تماما، وريحتها كمان بتطلع بتبقى بالشكل ده. طبعا انا نسيت اوريكم وهي في الفرن بتتشوي، لكن بعد ما طلعت هي دي شكلها بجد، طعمها وريحتها قلب البيت كلها. حته فحمه بقى مع شويه بطاطس محمره، وتحطي حته الفحمه في الصينيه كده في نص الصينيه، وتغطي كل الكلام ده. وبعد كده بقى كولي بجد احلى وطريقه واحلى بجد مشويات من اجنحه الدجاج. على فكره الطبق ده ممكن نشتريه من بره كده في حدود 200 جنيه مع شويه بطاطس، شويه رز، شويه سلطات. نعمله في البيت باقل تكلفه وتغيير شويه، وكمان يعني التكلفه بتكون اقل. اتمنى بقى النهارده الفيديو يكون خفيف على قلبكم. لايك وشير واشتراك لهبه تي في، وما تنساش ان انتوا تحطوا بصمتكم الجميله، وتتابعوني على كل المنصات، الفيسبوك، تويتر، انستا، وكمان على التيك توك. اتمنى بقى ان انا اشوفكم ان شاء الله في حلقه